اهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. بص يا صديقي، انا مش هطول عليك في الفيديو ده. هقول لك باختصار اسهل 3 طرق تيجي بيهم اوروبا، وكل حاجه هقولها في الفيديو ده هتبقى مصحوبه بلينك تحت الفيديو. تقدر بعد ما الفيديو يخلص تروح لللينكات دي وتقدم وان شاء الله تاخد فيزا شنجن. وعشان تيجي اوروبا هنا في 5 طرق: هجره ولجوء، عقد عمل، سياحه، لم شمل، ودراسه. والخمس طرق دول انا هشرح منهم 3 بالتفصيل، اما الاثنين التانيين اللي هي الهجره واللجوء وعقد العمل هديكم فكره بسيطه عنهم عشان يطول الشرح فيهم. وقبل ما نبدا الفيديو حابب اقول لكم ان الفيديو ده اخد مني حوالي 5 شهور عشان اجمع لكم معلومات كافيه وعن تجربه شخصيه، وقابلت ناس عرب هنا بيدرسوا في جامعات هولنديه عشان اقدر اعرف ازاي جم وايه المواقع اللي استعملوها وازاي عرفوا يسافروا. فان شاء الله الفيديو يفيدكم. فيلا بينا. اول حاجه هنبدا بالاثنين اللي مش مهمين قوي، اللي هم الهجره واللجوء وعقد العمل. الهجره واللجوء دي قوانينها اتغيرت على مدار السنين اللي فاتت كتير، بالذات هنا في هولندا. لو عايز تعرف معلومات عنها اكتر اكتبوا لي في الكومنتات او ابعتوا لي على الانستجرام، هحط لكم اللينك تحت الفيديو برضه. تاني حاجه عقد العمل، دي من الحاجات الصعبه جدا انك تيجي بيها هنا اوروبا، بس اكتر حاجه انا شفتها مطلوبه هنا من ناحيه عقد العمل هو مجال الاي تي. المجال ده اللي هو الاي تي بشكل عام ده هنا في اوروبا مطلوب بشكل غير طبيعي. فانت لو معاك سي في كويس تقدر تقدم على شركات هنا في هولندا او اوروبا بشكل عام، والمعظم بيتقبل عشان هم محتاجين التخصص ده جدا. وبص يا صديقي، الكلام ده من مدير شركه اي تي هنا في هولندا، بيقول لي ان هم بيكون عندهم فقر في مجال معين مثلا زي الاي تي، بيبتدوا يدوروا هنا في البلد اللي هو فيه. يعني مثلا انا عايش في هولندا، يبدا يدور هنا في هولندا على مجال الاي تي، ما لقاش ومفيش عدد كفايه بيبتدي يدور في اوروبا زي المانيا، فرنسا، الكلام ده. وبعد كده لقى خير وبركه، بيبتدي الشخص ده يجي هنا وبياخد مميزات ويعيش. افرض بقى هو دور في اوروبا المانيا فرنسا وما لقاش، بيبتدي يخرج بره نطاق اتحاد اوروبا ويبتدي يدور فين؟ في افريقيا وفي العالم كله. هتقول لي بيدور او بيعرف ازاي؟ بيبقى في برامج زي لينكد ان مثلا. لينكد ان ده اللي ما يعرفوش عامل زي الفيسبوك والانستجرام، بيبقى موجود عليه السي في بتاعك وكل بياناتك، برنامج خاص بالشغل. بس نيجي بقى للثلاث طرق المضمونه اللي هو ينفع تيجي فعلا بيهم هنا اوروبا. اول حاجه هي السياحه، لم الشمل، والدراسه. هنبدأ بأول حاجة هي السياحة. بص يا صديقي، بعد بحث كتير جدا وقلبت الدنيا يمين وشمال والكلام ده كله، أسهل سفارة ممكن تقدم بيها عشان تيجي هنا أوروبا هي اسبانيا، وبعد كده هي فرنسا. عشان كده جبت لك مكتب اسمه BLS. ده مكتب بيقدم لك ورقة لسفارة اسبانيا، والمكتب ده حط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. خلص الفيديو يبقى روح شوفه. المكتب ده عن طريقه بتقدم اوراقك للسفاره الاسبانيه، والمكتب ده موجود في مصر ومعظم الدول العربيه، وزي ما قلت لكم هتلاقي اللينك بتاعه تحت الفيديو. تاني حاجه فيزا شنجن. فيزا شنجن هي مش بعبع ومش صعبه، هي كل الفكره تظبيط اوراق. انت بتقدم اوراقك للسفاره وبتحاول تثبت لهم انك شخص رايح سياحه ومش هتكسر فيزا. من الاخر مش لازم يكون معاك المبلغ الخرافي في البنك عشان يقبلوك. فيلا بينا اقول لكم ايه بالظبط اللي انت محتاجه عشان تقدم لفيزا شنجن. اول حاجه تقديم الورق يبقى بالانجلش او بلغه السفاره اللي انت رايحها، وده بتعمله عن طريق مترجم معتمد. بيترجم لك الورق وبتقدمه للسفاره. وساعات بتلاقي على الويب سايت بتاع السفاره مكتب معتمد تبع السفاره بتترجم من عنده الورق. تاني حاجه ومهمه جدا 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 هي الاتش ار ليتر. دي بيبقى مكتوب فيها ان اسمك كذا كذا كذا، مرتبك كذا، عايز اجازه من يوم كذا، من يوم مثلا 10 ليوم 20. بعد كده بتترجمها وبتوديها بالسفاره، واوعى زي ما قلت لك توديها باللغه العربيه. الورقه دي بيوزيها لو انت طالب حاجه اسمها اثبات قيد، بتطلعها من الجامعه اللي انت فيها وبعد كده بتوديها السفاره. وخد بالك لو انت في سنه رابعه بتبقى الورقه دي صعب ان الجامعه تعملها لك، وخصوصا لو عندك جيش. تالت حاجة هي حجز الطيران والفندق. احجز طيران وفندق مؤكدين، يعني ما تعملش حاجة وهمية عشان السفارة ساعات بتدور في الكلام ده، ودي سبب من الاسباب كتير ان في فيز اعرفها الناس كتير اترفضت. حجز الطيران ساعات بيبقى فيه على التذكره انك تدفع نسبه بسيطه شويه، وبيبقى المبلغ اللي انت دفعته قابل انك ترجعه تاني. ده بالنسبه لشركه الطيران. اما بالنسبه للفندق بيبقى فيه فنادق بتبقى فري كانسليشن، وتقدر من عليها تكنسل الحجز بتاعك وتاخد اللي انت دفعته. دي من الحاجات اللي بتثبت لهم ان فعلا في مصداقيه، انت رايح ومش هتكسر فيزا. انا زي ما قلت لكم اهم حاجه يحسوا انه في مصداقيه وانك فعلا مش هتاخد الفيزا دي بعد كده تكسر فيزا وتقعد هناك. وتركايه صغيره كده انت لو عملتها، لا مثلا انت رايح تحجز فندق، ما تروحش تحجز فندق يعني 20 كيلو بعيد عن الاماكن السياحيه. ده برضو بيدل انك تحجز اي فندق وخلاص، فاهم؟ او هتروح هناك تخلع. احجز فندق في وسط الاماكن السياحيه. ده كله يثبت لهم قد ايه انت عندك مصداقيه انك برضو مش هتهرب.
الحاجات دي كلها والتفاصيل الصغيره دي هم فعلا بيركزوا عليها، فخد بالك منها. بلاش تحجز هوستل، ساعات بيتلككوا بيرفضوا لو انت حاجز هوستل. رابع حاجه هي كشف الحساب البنكي. مش لازم يكون معاك رقم خرافي في كشف الحساب البنكي، يعني مثلا خلي معاك 1500 او 2000 يورو، يعني بمعدل 80 ل 120 يورو في اليوم. وساعات في سفارات بتطلب منك ان احنا عايزين 100 يورو في اليوم، ومثلا انت لو رايح تقعد هناك 10 ايام، مش معنى كده ان 10 ايام و100 يورو في اليوم يعني 1000 يورو، ما تروحش تحط في البنك بتاعك 1000 يورو، يعني حط 1500 2000، حسسهم ان فعلا يعني انا مش حاطط 1000 بالظبط عشان انا رايح 10 ايام. حاول تثبت لهم ان في مصداقيه اكتر، فاهمني؟ خلي مرتبك ينزل على فيزة البنك، او خد انت مرتبك حطه ايداع، يبقى مثلا في يوم من الايام في الشهر بتحط ايداع. لما تروح السوبر ماركت اشتري حاجات، خلي في ايداع، سحب ايداع، خلي الكشف حساب البنك باين ليهم ان فعلا شغال. لكن ما تجيش مثلا قبلها باسبوع تبقى انت مثلا حاطط 100,000 او 50,000 في البنك، فيبصوا يلاقي فجأة الحساب صفر ومرة واحدة 50,000، أكيد هيشكوا ومش هتاخد الفيزا. فخليك دايما مكان الشخص اللي بيديك الفيزا. يبقى كده تقدم ورقك كله بالانجلش او بلغه السفاره اللي انت موديها، ورقه اتش ار ليتر من الشركه اللي انت فيها، حجز طيران وفندق يكونوا مأكدين، وكشف حساب بنكي، وان شاء الله تقدم على الفيزا وتتقبل. تاني طريقه عشان تيجي بيها هنا اوروبا هي الدراسه. بص يا صديقي، الدراسه من اكتر الحاجات المنسيه عشان تيجي هنا اوروبا. والدراسه عباره عن طريقين. اول حاجه بتبقى منحه دراسيه مموله وبتسافر منها، او بتبقى انت واحد خلصت كليه وعايز تيجي هنا تعمل ماجستير او دكتوراه، او واحد لسه مخلص ثانويه عامه ومقرر تيجي تدرس هنا. الثلاث طرق كويسين، بس فيهم طريقه اقوى من طريقه، بس الثلاثه انت ممكن فعلا تيجي بيهم هنا اوروبا. فاول حاجه هتكلم عنها هي المنحه الدراسيه. هحط لكم لينك تحت الفيديو لموقع منح دراسيه هنا في اوروبا. المنحه الدراسيه بتبقى مموله بالكامل من الدوله اللي انت رايحها، بس معظم المنح الدراسيه بعد ما بتخلص دراسه بترجع بلدك تاني. ولو عايزين فيديو كامل عن الدراسه هنا في هولندا اكتبوا لي برده في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو كامل عن ده، او ممكن تسالني اي سؤال انت عايزه عن المنح الدراسيه على الانستجرام، هحط لكم برده تحت الفيديو. تاني حاجه بتدفع بنفسك مصاريف الجامعه وبتيجي تدرس هنا، ودي الطريقه الفعاله اكتر من المنح الدراسيه. المنح الدراسيه طريقه كويسه، بس الفكره ان في عدد كبير جدا بيقدم، فبتبقى فرصتك انك المنحه تتقبل تبقى صعبه شويه. بس انك تيجي تدفع وتدرس بنفسك هنا دي من الطرق الفعاله، ودي اللي قابلت بيها ناس عرب هنا في الجامعه جايين عن طريق الطريقه دي. معظم الكليات بتكون الدراسه فيها بالانجلش او على حسب التخصص اللي انت بتختاره. وطبعا الشهادتين الاساسيين عشان تدرس بيهم هنا انجلش هما التويفل او الايلتس. الشهادتين دول موجودين في مصر، تقدر تاخدهم برضك من الجامعه الامريكيه. الطريقه اللي انا ممكن اساعدك بيها انك مثلا تخش على اي جامعه، تكتب مثلا جامعه مثلا هنا في هولندا، تدور على الجامعات في هولندا، تلاقي الويب سايت بتاع الجامعه، اي سؤال انت عايز تعرفه، الدراسه باللغه الانجليزيه ولا بلغه البات، الحاجات دي كلها كل جامعه ليها ويب سايت. هتخش على الويب سايت بتاعهم تلاقي حاجه مكتوبه اسمها كونتاكت اس، تقدر تخش تبعت لاي جامعه على مستوى اوروبا او على مستوى العالم ان انا خريج كذا كذا وعايز اكمل دراسه عندكم في تخصص كذا، او انا خريج ثانويه عامه وعايز اجي ابدا دراسه عندكم. ومعظم الجامعات دي بترد وتقول لك التفاصيل كلها اللي هم عايزينها، والدراسه بتبقى بانهي لغه، وفي الايميل اللي انت بعته ده ممكن تسالهم عن المصاريف الدراسيه للسنه بكام، وهيبعتوا لك برضك ايميل يرد يقول لك المصاريف الدراسيه كذا، وبكده تكون عارف المصاريف الدراسيه. وبص يا صديقي، انا عارف ان معظم المصاريف الدراسيه بتبقى غاليه شويه، بس هنا المصاريف الدراسيه بتدفعها اجزاء، ومعظم الجامعات هنا في اوروبا بياخدوا جزء من الفلوس في الاول، وبعد كده الجزء الثاني لما بتيجي هنا وبتبتدي تدرس بتدفع الجزء الثاني. فيزا الطالب دي معظم الجامعات هنا في اوروبا بتقبل انك تشتغل. مثلا في المانيا الطالب مسموح له ان هو يشتغل 20 ساعه في الاسبوع. وبعد برضك بحث كتير وكلام مع طلاب هنا كتير، لقيت ان اسهل دوله تسافر لها دراسة هي روسيا وأوكرانيا، ومن هناك تقدر تيجي بكل سهولة هنا أوروبا. وأسهل دولة في أوروبا تقدر تيجي بيها هنا دراسة هي بولندا. عشان كده جبت لك ويب سايت، لما تخلص الفيديو بروح شوفه. الويب سايت ده عليه كل الجامعات البولندية بكل التخصصات، بتخش تسرش عن أي تخصص أنت عايزه، ولما تلاقي التخصص بتاعه الجامعة بتكتب لك التخصص ده عامل كام والكلام ده كله، تضغط على اللينك. لو انت عايز تقدم بياخدك دايركت انك تقدم على الجامعه دي، وبتبعت لهم ايميل، والويب سايت سهله، تلاقي اللينك بتاع الويب سايت تحت في الفيديو. وبعد كده بتخش تسال كذا جامعه، وممكن وان شاء الله ممكن جامعه من الجامعات تظبط معاك وتسافر. وفي دول زي السويد التعليم فيها مجاني تماما، بس الكلام ده لحد 2012، واللي حاليا لسه مازال فيها التعليم مجاني هي المانيا. بس لازم يكون عندك حاجه اسمها
كشف حساب بنكي مغلق. كشف حساب البنك المغلق ده قصته كبيرة جدا، فبرضك لو عايزين فيديو عن الدراسة في ألمانيا او ايه قصة كشف حساب البنك المغلق ده، ابقى اكتبوا لي برضك في الكومنتات. تالت طريقه وهي فيزا لم الشمل. وفيزا لم الشمل بتبقى قريب الدرجه الاولى. مش معنى كده ان فيزا لم الشمل ان ليك حد هناك انك تعرف تسافر بسرعه. انا اعرف الناس اصحابي قدموا على فيزا لم الشمل واترفضوا من اول مره، وقدموا تاني بعد كده اتقبلوا بسبب ان هو ما كانوش مظبطين الورق كويس. فيزا لم الشمل شوف انت مسافر فين، خش على الويب سايت بتاع السفاره، اقرا السفاره عايزه ورق ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي هم عايزينها، وقدم ورقك مظبوط وزي ما قلت لك يكون مترجم. بالنسبه للشخص اللي عايش في اوروبا وبيبعت لك فيزا لم الشمل، يبقى الشخص ده مسؤول عنك تماما من ناحيه المصاريف في الاول، من ناحيه كل حاجه. برضك لو عملت مشكله بيبقى هو برضك المسؤول عنك. وفيزا لم الشمل في سفارات بتحتاج انك تعمل فيها مقابله زي سفاره التشيك وزي سفاره المانيا. في المقابله دي بيسالك ان مثلا دي مراتك عندها كام اخ، عندها كام اخت، شغاله في ايه، عشان برضك حته المصداقيه ويثقوا فيك ان هم يدوك الفيزا. بس انا في سفاره هولندا ما عملتش مقابله، ففي سفارات بتكون ليها مقابله وفي سفارات لا. وبرضه فيزا لم الشمل بتعمل اختبار، بيبقى معظم الوقت A1 في اي سفاره. يعني مثلا لو انت رايح سفاره المانيا بيبقى بتاخد حاجه اسمها A1، وبعد كده الشخص اللي بره بيقدم الضمانات وانت بتقدم الامتحان، واوراق المطلوبه كلها في السفاره مترجمه بالانجلش او بلغه السفاره وبتقدمها، وتبقى الفيزا دي معظم الوقت بتظبط، بس لو اوراقك تمام. بص يا صديقي، انا عايز اقول لك حاجه. انت مثلا عايز تسافر اوروبا، بس انا هسالك سؤال، انت بتتكلم انجليش؟ وانت برضك لو عايز تسافر المانيا انت بتتكلم مثلا على الاقل البيزك في الالماني؟ ما هو انت مثلا لو ربنا كرمك وجالك مقابله في سفاره عشان تسافر، ما هم على الاقل هيكلموك هناك انجليش، فانت لازم تكون مظبط لغتك، لازم تظبط انجليش. هتقول مثلا مش عارف اخد كورسات انجليش، روح على اليوتيوب. مثلا انت حتى لو ربنا كرمك وسافرت، ما تيجي هنا وتعيش هنا في اوروبا، لو ما بتتكلمش لغه البلد على الاقل هتخش السوبر ماركت، هتخش تشتري حاجه هتتكلم انجليش. فعلى الاقل مثلا انت عايز تسافر اوروبا، ابتدي اشتغل على نفسك، ابتدي اتعلم انجليش. اللي انا بقوله لك ده والله نصيحه بس مش اكتر. هو التليفون معاك 24 ساعة، افتح اتعلم كورسات، حاول تمارس اللغة في برامج ومواقع كتير جدا. ان شاء الله تشتغل على نفسك، والطرق كلها اللي انا قلتها لك باللينكات موجودة تحت الفيديو. ولو الفيديو كان مفيد ليك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشير الفيديو عشان غيرك يستفاد. اشوفكم الفيديو الجاي، يومكم لذيذ، سلام.